سلام الغزالات ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. فكما كتشاهدوا معايا الفيديو ديال اليوم هو عباره عن حلوى ملكيه او غاتو رويال، كيجي لذيذ في المذاق وكذلك في المنظر ديالو. كيجي بثلاثه ديال الطبقات، طبقه ديال لا جينواز وطبقه ديال الفوتين وكاوكاو، وكتجي لذيذه بزاف. ولا موس شوكولا كما كتشاهدوا معايا الطبقات، وكلاصاج رخامي استعملته، كيجي رائع وكيجي مرآة، يعني بحال المرايه، كيجي زوين في المذاق، يعني كيك يستحق تجربه. فما نطولش عليكم، لا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ما تنساوش تشاركوا في القناه، تفعلوا الجرس، تبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم. ويلا ندوزوا للمقادير وطريقه التحضير. كما كتشاهدوا غادي نحتاج في المقادير 2 بيضات، نص كاس ديال الدقيق، ما يعادل 4 المعالق كبار، وغادي نحتاج كذلك نص كاس ديال السكر ما يعادل 4 المعالق، وغادي نحتاج كذلك شاسي فاني من حجم 7.5 غرام، وغادي نحتاج خماره من حجم 8 غرام، وغادي نحتاج 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر. لما كانش عندكم اللي بالعبار يعني يمكن لكم تستعملوا الشاصيه. اول حاجه في اناء غادي نهرس البيض، غادي نضيف السكر، وغادي نضيف قبصه ملح، فالقبصه الملح كتعادل لنا الذوق، وغادي نضيف كذلك الشاسي ديال الفاني. وبواحد الطراب كهربائي غادي نطرب مزيان حتى يتضاعف الحجم ديال البيض والسكر. فلا ما عندكمش الطراب الكهربائي يمكن لكم تستعملوا يعني تصوبوا واحد الكيك عادي بالفوي. فكما كتشاهدوا معايا بعد ما طلعت البيض والسكر حتى تضاعف الحجم ديالهم بهذا الشكل هذا، كما كتشوفوا القوام ديالو ثقيل. صافي غادي نحاول نحيدهم عليا باش ما يبقاوش حدايا. وغادي ناخذ واحد الصفايه، غادي ندير فيها يعني نص كاس ديال الدقيق، ما غاديش نخوي كامل، يعني تنغربلو ونشوف. راه ديما كما كنقول لكم تقدر تختلف الكميه على حسب نوعيه الدقيق. وانا درت دابا يعني ضفت الخماره وضفت الكاكاو معلقه واحده، وغادي نكمل وغادي نغربلهم. ضروري البنات ما نغربلو، يعني هاد المرحله ديال التغربيل راه هي اللي كتهوي الطحين وكتخلي لا جينواز كتجي مفشفشه وزوينه كما كنقولوا. غادي بواحد السباتول كنخلط وكنطلع من الفوق من التحت للفوق باش ما كنهرش داك الهواء اللي دخلت بالباتور. ضروري هاد العمليه هذه بهاد الطريقه، تبعوا معايا فقط المراحل وغادي تنجح معكم لا جينواز وغادي تجيكم زوينه. فكما كتشاهدوا انا كنطلع بسباتول من الاسفل للاعلى، وغادي نحاول نكمل داكشي اللي بقى لي. فجاني هو هذاك نص كاس ديال الدقيق، ونكمل الكاكاو اللي بقى لي شويه في الصحن. غادي نخويهم مزيان ونغربل كذلك مره اخرى، وبواحد وبسباتول كذلك غادي نستمر بنفس العمليه من الاسفل للاعلى. انا كنخلط، يعني راه غير بشويه عليكم خدموا، راه في الفيديو كيبان بان مزروب، انايا مزرباه. صافي كما كتلاحظوا انا كنطلع من التحت للفوق، من التحت للفوق، نسجم معايا العناصر مزيان. غادي نجيب واحد الصينيه وغادي نفرشه فيها ورق الطبخ، يعني اللي كيدخل الفران، بابي كويسون كما كتشاهدوا. وغادي نفرغ لا جينواز ديالي اولا الكيك هادي، يعني بدون اطار. كما يمكن لكم تحطوا الاطار اللي غادي تستعملوا وتخويو فيه، ماشي مشكل، يعني المول ولا الاطار اللي غادي تستعملوا ديروا فيه ماشي مشكل. انا اختاريت انني يعني نديرها فوق اللاطه نيشان ونخليها حيت هي شاده وعاقده، يعني عاقده
ما جارياش، ما كتسيحش معايا صافي. ومن بعد ما دخلتها طيبتها في الفران على درجه حراره 180 صافي خرجتها. وكنحاول قطعتها بالكادر اللي استعملت على شكل قليب، وحاولت نعمر البلايص اللي جاوني حاضرين. فبالنسبه للطبقه المقرمشه كنحتاج فيها يعني كاس ما عامرش ديال الفوتين كنصوبو، يعني انا بيدي غادي نصوبو لكم ان شاء الله في القناه. وكنحتاج كاوكاو كونكاسي، يعني انا كنجيب كاوكاو عادي مقشر وكنحمرو كنهرمشو بيديا، ما كنشريش بهذا، كنهرمشو بيدي كيجيني اكثر، كتجيني كميه اكثر من اللي كنشريوه كونكاسي مجهز صافي. وغادي نحتاج كذلك كاس ما عامرش ديال املو. كما يمكن لكم تستعملوا البخاليني، اللي ما عندوش البخاليني انا يستعمل كيف حالي، استعملت فقط املو ديال كاوكاو كيجي لذيذ صراحه في المذاق. اول حاجه غادي نضيف كاوكاو مهرمش، وغادي نضيف الفويتين، وغادي نجمع بالاملو. يعني اللي ما عندوش كاوكاو مهرمش وعنده فقط الفويتين فهو راه كيتباع بالعبار. الفويتين كذلك لما صوبتوش في الدار يعني يمكن لكم تستعملوا فقط الفويتين واملو ماشي مشكل، وتستغناو على كاوكاو. فانا استعملت كاوكاو فكتجي يعني ألذ وكتجي لذيذه كما كتشاهدوا كما واضح في الفيديو. هذه هي الطريقه باش كنجمع. جاوني المقادير هما هادوك، يعني كاس 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 كلهم نفس العبار صافي. وغادي نكمل الكاس كامل ديال الاملو. وان شاء الله كما وعدتكم غادي نحط لكم وغادي ندير الفيديو ديال الفويتين، الطريقه ديال التحضير ديالو وغادي نديرها لكم في القناه. فقط تابعوني على القناه وغادي يوصلكم كل ما هو جديد عندي. فكما كتلاحظوا جبت الكيك ديالي اللي سبقت وحضرت، وغادي نحط طبقه المقرمشه فهي راه كتسرح بسهوله. غادي نسرحها ونحاول ما نوصلهاش حتى الجوانب، يعني الاطراف ديال الكيك كما كتلاحظوا، يعني غير في الوسط ما نوصلوش، باش منين كنحطوا الكريمه كتجي الكريمه لاصقه مع لا جينواز. وكذلك منين كنزينوا بالكلاصاج ما كنضطروش ان يجينا داك الفرق بين لا جينواز والكريمه. فاذا وصلنا للطبقه المقرمشه التالي كتبقى باينه من برا وما كي ما كيجيش في التزيين، ما كتجيش مزيانه. فكما كتلاحظوا انا سرحت مزيان الطبقه المقرمشه ديال الكاوكاو واملو والفويتين بالظهر ديال الملعقه بسهوله كتصوب، ما وصلتش كاع الاطراف كما كتشاهدوا في الفيديو صافي. ندخلها للثلاجه بيد ما صوب الكريمه. فبالنسبه للكريمه اولا لاموس او شوكولا غادي نحتاج واحد 200 غرام ديال الشكلاط اسود. كما شفتوا انا استعملت غير مربعات. وغادي نحتاج 3 ديال اصفار البيض وحبه ديال البيض كامله. غادي نحتاج 300 غرام ديال الكريمه السائله. وغادي نحتاج يعني 100 غرام ديال السكر كيبقى على حسب الذوق، يمكن لكم تقللوا. وغنحتاج كذلك 2 معالق كبار ديال الماء مغلي مزيان سخون. اول حاجه غادي ندي الشكلاط ندوبو في حمام مريم. هذه اول خطوه غادي نديرها، يعني الشكلاط درتو باش يذوب في حمام مريم. وغادي ناخذ صفر ديال البيض وحبه ديال البيض، يعني 3 ديال صفار ديال البيض وحبه ديال البيض وحده كامله. وغادي نضيف عليهم كذلك السكر، وغادي نطرب بالطراب الكهربائي حتى يتضاعف الحجم ديالها مزيان. مي كما كتشوفوا ملي كيتضاعف ليا الحجم ديالو كما كتلاحظوا كيولي القوام ديالو كريمي. غادي ناخد 2 معالق كبار ديال الماء مغلي. فضروري هاد المرحله هاد الخطوه هي اللي كتعقم لينا البيض كما كنقولوا، يعني شيئا ما كطيبونا يعني باش كتبقاش ديك الزفوره ديال البيض صافي. غادي نحبس الطراب شويه باش نزيد الشكلاط، يعني الشكلاط اللي سبقت وقلت لكم يعني دوبته في حمام مريم. وضروري ما نخليوش الشكلاط يبرد شويه، ما يكونش سخون باش يعني ما يهرسناش البيض اللي سبق وطلعناه بالباتور. ضروري ما نخليو شويه يبرد صافي. وكنبقى كنخلط الكريمه ديال البيض والشوكولا
هاد الكريمه كتجي لذيذه بزاف بزاف، صدقوني تستحق التجربه، وغتذوقوها وغتبقاو تصوبوها ديما حيت فعلا كتجي لذيذه بزاف. صافي وغادي نكمل تطراب مزيان. كما كتشوفوا كتولي عندي كريمه ديال الشوكولا. صافي وغادي ناخذ واحد الاناء واحد اخر، غادي نخلي الكريمه ديال الشوكولا على جنب، وغادي ناخذ الكريمه السائله اللي سبقت وذكرت 300 غرام، وغادي نطلعها مزيان بواحد الباتور. وضروري يعني نطلعوها وما نطلعوهاش مثل الثلج، يعني واقفه بزاف، يعني كما كتلاحظوا معايا في الفيديو بهذا الشكل هذا. صافي وغادي ناخذ الكريمه ديال الشوكولا، غادي نبقى نزيد لها الكريمه السائله اللي طلعت، غادي نبقى نزيد وكذلك بسباتول من الاسفل الاعلى، من الاسفل الاعلى حتى ينسجموا ليا العناصر، وغنبقى نزيد على دفعات. يعني انا زدت المرحله الاولى وغنبقى كنزيد الكريمه حتى تنسجم ليا مع الخليط. فراه ما يمكنش تكونوا كتصوبوا هاد الكريمه وما تذوقوش، كتجي لذيذه بزاف صراحه الله. صافي وغنبقى كنزيد الكريمه اللي طلعت حتى ننتهي. فهاد لي كيك كيبغيو شويه الخاطر. صافي من بعد ما كملت الكريمه اللي عندي كنتحصل على هاد الكريمه بهذا الشكل هذا. هذه هي لا موس شوكولا ديالنا، كتجي بهذا الشكل هذا. وغادي نجيب الطبقه ديال لاجينواز والطبقات ديال الفويتين والكاوكاو واملو، غادي نجيبهم وغادي نخوي عليهم الكريمه. غادي نخوي واحد الطبقه الاولى وغادي نحاول نليسيها بواحد الملعقه، يعني بالظهر ديال الملعقه عادي، ونضغط مزيان بالظهر الملعقه باش كنحاول نلصق الكريمه مزيان مع لاجينواز والطبقه ديال الفيتين والكاوكاو. كما كتلاحظوا يعني كان بعشوائيه كندهن. صافي ومن بعد غادي نكمل الكريمه كلها غادي نخويها، فكتجي واحد لاموس عاقده مزيان. صافي بواحد الليسر ولا عندكم داك سباتول اللي كتليسي خدموا بها، انا كنخدم فقط بهذا. صافي وغادي نحاول نسرح مزيان، يعني نجيبوا طبقه مستويه، وميم طون كنعمر الجوانب اللي بانوا ليا فارغين كنعمرهم. صافي نحاول نكمل الباقي اللي بقى لي في البول ديال الكريمه. ودابا غادي نبدا نسرح مزيان، يعني باش نجيب طبقه مستويه مزيان مزيان. يعني خدموا بشويه عليكم وبخاطركم.
صافي. ومن بعد ما كنتهي كندخلها المجمد، ماشي الثلاجه، المجمد ليله كامله من الاحسن. يعني نورمالمون يعني الا بغيتو 6 ساعات كافيه يكون في الثلاجه باش تشد راسها مزيان، ولكن انا كنفضل ليله كامله، يعني كتجي احسن وحسن. كما كنعرفوا كاع الحلويات يعني كل ما عطيناهم الخاطر وباتوا في الثلاجه ولا في المجمد راه كيجيو يعني ألد وألد ملي كنزربوا عليهم. فكما كتشاهدوا انا غادي ناخذ واحد بلاستيكه غذائيه، غادي نلصقها مزيان حيت غادي نديرو في الفريغو باش ما تشمليش يعني الهواء ديال المأكولات اللي عندي في الفريغو. او ميم طون كنحاول يعني بحال كنليسي مزيان ديك الطبقه الفوقانيه ديال الكريمه. صافي وغادي ندخلها المجمد. وكما كتشوفوا من بعد ما باتت ليله كامله غنحيد داك الكارطون اللي سبقت وقلت لكم دايره كارطون تحت منها. صافي كنحاول نسخنها بيدي شويه باش نهبطها، فهي راه مجمده يعني ما كتسيحليش من التحت ولا. غادي نحاول نحيد الاطار كما كتلاحظوا راه كيتحيد بسهوله. فإلا بغيتو تشوفوا هاد لو غلاصاج فانا غادي نحط دابا شويه، غادي نحط مور الفيديو ديال الكاطو غادي نحط الفيديو ديال الغلاصاج. فإلا بغيتو تشوفوا الغلاصاج غادي تلقاوه كذلك في القناه، تلقاوه فوق هاد لا فيديو ديال الكيك. فكنتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم وبالصحه والراحه.